ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم فيديو مفضلاتي من المنتجات بتاعه المكياج والبشره والشعر والجسم. لو الفيديو طلع طويل هقسمه لكم على جزئين. مش عارفه بصراحه، بس انا هحاول ان انا اختصر يعني في الكلام، وخصوصا ان انا ما جربتش حاجات كتير قوي الفتره الاخيره دي، لاني ما كنتش بعمل ريفيوهات، فما كنتش بشتري كتير. فهحاول ان انا اكون منجزه وهقول بس على المنتجات اللي انا حبيتها السنه بتاعه 2022. وانا عارفه ان انا متاخره جدا، بس انتوا اعتبروه مثلا النهارده 28 29 12. شوفوا انتوا عايزين النهارده كام 12 وصلحوه في النتيجه وعدوا الليله معايا. اول حاجه خالص بالنسبه للفاونديشن اللي انا كنت بحبه السنه دي، ده فاونديشن انا عاملاه. هو ده اوريدي اصلا كريم من باليا، ده كان كريم مرطب عادي، ما كنتش بحبه حتى. بس ده انا منتج انا عاملاه، مش عاملاه بايدي، يعني هو انا مخلطه كده كذا حاجه وعاملاهم مع بعض ومطلعه الفاونديشن ده. هو الفاونديشن اللي انا حاطاه على بشرتي النهارده اللي هو الجلوي ده. كنت قلت لكم، مش فاكره بصراحه قلت لكم ولا ما قلتلكوش، ان انا كنت حابه جدا جدا الفكره بتاعت الفاونديشن بتاعت شارلوت تيلبري اللي هو الفلولس فلتر. بس طبعا غالي جدا جدا، فقلت ليه يا جرمين ما تعملهوش في البيت عادي؟ لازم نقاوم الغلاء ونعمل الحاجه في البيت. فجبت اكتر كريم مرطب انا بحبه، اكتر فاونديشن انا بحبه، اكتر هايلايت كريم انا بحبه، واكتر برايمر بحبه، وخلطتهم كلهم في العلبه دي، وطلع المنتج اللي انتوا شايفينه ده. اه، وطبعا اكتر فاونديشن انا بحبه، واخترت فاونديشن درجته غامقه عشان الكريم المرطب ما يفتحوش. تمام، بصوا اهي دي الدرجه بتاعته. طبعا الدرجه بتاعته طالعه واو. خايفه على نفسي من كتر ما انا عماله اخترع. اما عشان انا لسه ما دخلتش عالم وجبه المكياج وان انا ابيع مكياج وكده واخترع حاجه مع نفسي، هقول لكم بقى على منتج انا بحبه جدا جدا من السوق بعيدا عن الهزار. هو الفاونديشن ده بتاع شي جلام، اهو ده كده بيكون شكله، اللي هو الفاونديشن الهايدريتنج، لان انا كنت جربت من عندهم الفاونديشن المات والفاونديشن ده، وده عجبني جدا جدا جدا. والدرجة المناسبة ليا اسمها بيتر سكوتش. اهي بصوا ده كده بيكون شكله ناعم جدا على البشرة، فلوليس جدا جدا، مش بيبان خالص ان انتي حاطة فاونديشن. بالنسبة لي بصراحة رائع. وعايزة اقول لكم ان هو من الفاونديشنات القليلة قوي قوي اللي بالنسبة لي مش محتاجة ان انا احط لها لا برايمر ولا كريم مرطب ولا اي حاجة. ده احيانا كمان البيتي بلندر بتبقى ناشفة من جبروتي ومن قوتي، وثباته ممتاز، ومش بيدخل معايا في الخطوط، مش بيعلق في القشور. وانا واحده اصلا 3/4 السنه الحته دي عندي كلها قشور. فبصراحه من اكتر الحاجات اللي عجبتني ومن اكتر الحاجات اللي انا حبيتها، وسعره يعتبر رخيص. سعره على الموقع تقريبا 7 يورو، فيعني بصراحة ممتاز. كده بالنسبة للكونسيلر، اوريدي عندي انواع كتير من الكونسيلر حبيتها، وكنت عاملة لكم فيديو عن كل انواع الكونسيلر اللي انا استخدمتها. تقريبا طلعوا 20 نوع، وكنت مجربه لكم على عيني وازاي بيثبت وبيخش في الخطوط ولا لا، وسعره والدرجات وكل حاجة. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده تحت في صندوق الوصف. بالنسبة للكونسيلر، احلى كونسيلر السنة دي، او يعني هو من القليلين اللي انا جربتهم السنة دي، هو الكونسيلر ده بتاع شي جلام، اللي هو ده كده بيكون شكله. الكونسيلر ده من احلى الانواع اللي انا استخدمتها في حياتي. بس للأسف سمعت ناس قالت ان هو جددوا الفورمولا بتاعته وبقى اخف. فيعني يا رب يكون الخبر ده مش صح. واحلى درجة فيه درجة اسمها بيتر سكوتش، لا مش درجة اسمها بيتر سكوتش، الدرجة دي اسمها بيرلي شوجر. اهي درجة على اصفر اصفر. لو انتي قمحية زيي او درجتك غامقة شوية، هو انا مغمقة اوريدي نفسي شوية النهاردة، بس هو الدرجة بتاعته رهيبة. وعامل لكم ان دمجه حلو قوي قوي، وفي نفس الوقت مش بيدخل في الخطوط. شكله ناعم جدا على البشرة، ثباته ممتاز. عايزة اقول لكم ان ثباته تقريبا بيقعد في حدود ال7 ساعات، فده حاجة رائعة. اه، والفاونديشن ده برضو بيثبت في حدود ال7 ساعات بصراحة، مش اكتر من كده، لان هو فاونديشن هايدريتنج. نهدي تون الصوت شويه، لاني ابتديت اكح جامد، والكحه دي هتصحي سيلينا، وانا لو صحيت سيلينا دلوقتي هزعل قوي. الهايلايتر الكريمي انا بعتبره اصلا بديل للبرايمر بالنسبه لي. هو الهايلايتر ده بتاع ريفال مي، ده بيكون شكله ده. انا كنت جايباه من عند الروزمان، كان سعره رخيص جدا، كان سعره تقريبا في حدود ال4 يورو او حاجه زي كده. بس بجد ممتاز، وعايزه اقول لكم ان هو بيثبت جدا جدا، وشكله طبيعي وعامل زي المية. عايزين حاجة تاني بقى تكون متوفرة اكتر منه، هو الهايلايتر الجديد بتاع شي جلام.
ده كده بيكون شكله. عندي منه الدرجة البينك، هوريكم شكله دلوقتي. برضو ثابته حلو وشكله حلو، بس ده فيه جليتر شوية عن ده، بس اللي هو برضو يعني حلو. انا ما بحبش ان انا احطه فوق الفاونديشن، انا دايما بحطه تحت الفاونديشن. تحت الفاونديشن ما بيظهرش ابدا ابدا ان هو فيه جليتر ولا اي حاجة. وبرضو ثباته حلو قوي، وسعره كمان كان حلو قوي. ده سعره كان تقريبا 4 يورو، يعني كان رخيص مش غالي. هتلاقوه في حدود 150 200 حاجة كده يعني. بعد كده بالنسبة للبلاشر الكريمي، عندي البلاشر ده بتاع مايت سينما. حبيتهم جدا جدا، عايز اقول لكم جبتهم في سفريتي الاخيره، وكانت درجاتهم حلوه قوي. الدرجه دي كانت درجه 200، وفي واحده فيهم 204. ايوه، وواحده 208. تمام. ال 204 دي على لون بني كده، او مش بني، هو لون اورنج بني بيج. ودرجة 208 على درجة بينك كشمير كده. حلوة برضو قوي قوي. ثباتهم مش اعلى حاجة بصراحة، بس ثباتهم بيبقى في حدود 5 ساعات 6 ساعات، يعني ده اقصى حاجة ممكن تديها لهم. بس شكلهم ناعم جدا جدا، وبجد لو عايزة بلاشر يكون حلو والبيجمنت بتاعه قوي جدا والوانه تحفة، هو البلاشر ده وكميته كبيرة جدا. كان سعره رخيص قوي، ده كان سعره تقريبا 35 جنيه. هحط لكم صفحة البنت اللي انا اشتريته من عندها. بعد كده للبلاشر الكريمي التاني اللي انا حبيته قوي قوي، هو البلاشر الكريمي بتاع شي جلام. على فكرة منتجات شي جلام كلها انا بشتريها على حسابي، على فلوسي. ما بيبعتوليش اي حاجة خالص الشركة، عشان بس تبقوا فاهمين. اهي بصوا، ده كده بيكون شكله. انا بشرتي جافه، فعشان كده هتلاقوا معظم المنتجات اللي انا بحبها منتجات بترطب البشره وبتدي جلو وحاجات زي كده. يعني بصوا، انا دايما عامله المنظر المزيت ده على وشي. في ناس بتشوفه مزيت، بس انا بشوفه ان هو حلو. وثانيه واحده نشرب القليل من اليانسون، عشان صوتي راح خلاص، مش موجود. البيجمنت بتاعه حلو قوي، توزيعه في منتهى السهولة، شكله جميل على البشرة، فلولس جدا على البشرة. لو عايزة حاجة لاستخدام كل يوم هيعجبك قوي قوي. وثباته ممتاز، بيثبت في حدود برضو ال6 ساعات، فرهيب. الدرجة اللي معايا دي درجة اسمها ويلد لاف. تمام، دي درجة على بينك، دي اكتر درجة انا حبيتها اصلا. بعد كده بقى للكونتور الكريمي، ده من اكتر الكونتور الكريمي اللي انا حبيتهم برضو، بتاع شي جلام، اللي هو الشكل الجديد بتاعهم. ثانية كده اعمل لكم منه سواتش. انا ما حبيتش البلاشر اللي هو شكله كده، بس حبيت جدا جدا الكونتور بتاعهم. شكله حلو قوي قوي، وبيندمج بمنتهى السهولة. انا جايبة منه درجة فاتحة، لاني بحب الشكل الطبيعي في الكونتور جدا جدا. والدرجة دي اسمها جولدن سان. حلوة قوي وبتندمج بمنتهى السهولة على البشرة. انا الفترة اللي فاتت ما كنتش بروح مناسبات، انا كنت بس محتاجة منتجات تخلي شكل بشرتي حلو، تخلي شكل بشرتي صحي، تضيع تعب وارهاق الحمل والرضاعة والخلفة وكل الكلام ده. فعشان كده معظم المنتجات هتلاقوها ثباتها في حدود 5 6 7 ساعات. نيجي بعد كده بالنسبة للاي شادو، بصراحة ما عنديش اي باليت اي شادو جديدة خالص حبيتها. جربت 3 أو 4 وما عجبونيش، ما عنديش غير الباليتتين دول. كنت كلمتكم عنهم 100 مرة قبل كده، فمش هتكلم عنهم تاني. هي الباليت بتاعت جاكلين هيل اهي. بيجمنت رهيب، ثبات ممتاز، الوان فوق الروعه. سواء كشمير سواء شيمر او سواء مات، شايفين؟ بصوا الالوان، يعني الالوان رهيبه. ومن اول لمسه بتندمج بمنتهى السهوله. مش محتاجه ان انا اتكلم عن جاكلين هيل يعني. توب بصراحه يعني. انا من بعد ما جبتهم وحقيقي مش حاسه نفسي ان انا محتاجه ابدا باليتات اي شادو تاني. انا بس بشتري لمجرد ان انا اجرب للقناه، مش اكتر من كده. لكن لو عليا انا، ما مش هشتري بجد باليتات اي شادو تاني. والباليت بتاعت هدى بيوتي اللي هي اول اصدار خالص هي طلعته، احلى انواع الاي شادو اللي انا استخدمتها في حياتي. بصوا، انا عايزه بس اوريكم حاجه. يعني ده اللون الفاتح، ده لون فاتح جدا جدا. بصوا اللون اللي جنبه، شايفين الالوان عامله ازاي؟ بصوا، شايفين الالوان؟ عايزه اجرب لكم لون شمري. بصوا اللون، الالوان شايفين اللون الشمري عامل ازاي؟ رهيبه رهيبه رهيبه، حلوه جدا جدا جدا. وبس هي طبعا سعرها اكيد غالي شويتين، 3 6 8، بس بصراحه تستاهل كل الفلوس اللي ممكن تدفع فيها. لو انتي ميك اب ارتست، او لو انتي عروسه وعايزه تشتري باليت اي شادو واحده بس، ارشح لك الباليت بتاعت هدى بيوتي اللي هي روز جولد، فظيعه.
كده نيجي بقى للمنتجات بتاعة الحواجب. ما عنديش غير منتجين اتنين. المنتج ده من شي ان. بصوا، هو ناحية كده بيبقى قلم، انا غالبا ما بستخدمهاش هي على بعضها اصلا، ما استخدمتهوش 3 4 مرات على بعض اساسا الناحية القلم دي، لان انا ما بحبش اي قلم خالص في رسم الحواجب، بحس ان هو بيوقع شعر حواجبي، وانا شعر حواجبي اصلا اوريدي خفيف لوحده وضعيف. والناحية في الماستر ده القلم الخلصان. عايزه اقول لكم عندي قلم تاني مقفول اهو، دي الدرجه بتاعته اسمها اسبريسو. احلى قلم حواجب استخدمته في حياتي، حتى لو استخدمتيه كل يوم ما بيوقعش شعر الحواجب الناحيه في الماستر. انا برسم بيه كده شعره شعره وبتقل بيه اخر حواجبي من الاخر. وعايزه اقول لكم انه ممتاز وثابت بغباء، بيفضل ثابت لحد ما بتمسحيه ان شاء الله، حتى لو قعدتي بيه اليوم كله. سعره كان رخيص جدا. تاني حاجة بحب استخدمها جدا جدا وبستخدمها من زمان معاكم، وهي ان انا بستخدم اللون الاسود ده على خفيف خالص خالص بالفرشة بتاعة الجل بتاع الحواجب بتاع ميلاني. مش عارفة بصراحة، هو مش جنبي دلوقتي، بس الفرشة بتاعته محددة جدا جدا، والناحية السبولي دي بتسرح لك شعر الحاجب. ولما بستخدم اللون الاسود ده، انا بالنسبة لي عشان شعري اسود غامق جدا، فلما برسم حواجبي بلون اسود بتبقى شكلها حلو وما عنديش اي مشكلة خالص فيها. وبعد كده نيجي للكونتور الباودر. انا عارفة ان انا مش ماشية بنظام، بس يعني بحاول ان اللي يجي قدامي اقول لكم عليه. الكونتور الباودر اللي استخدمته السنه دي كتير جدا جدا هو الباليت دي بتاعه شي ان برضو. انا اسفه بس شي ان حاجاتها بجد في الميك اب تحفه، تحفه جدا. وفي حاجات طبعا ما عجبتنيش، بس دي من الحاجات الحلوه قوي قوي. الدرجه دي بستخدمها ككونتور، والدرجه دي كبرونزر، والدرجه دي كبرونزر. حلوين قوي قوي قوي. بس بصراحة درجات البودر انا ما باجيش جنبيها، ما لمستهاش حرفيا. لا، ثباتها حلو قوي قوي، دي بتثبت معاكي لحد ما تمسحي وشك، سواء قعدتي بالميك اب اليوم كله قعدتي بيه يومين بتثبت معاكي حلو جدا جدا. في منتج اي شادو كريمي انا لقيته ان هو البديل لإلف. إلف سعره غالي شوية، سعره تقريبا في حدود ال6 يورو أو 7 يورو، فدول يعتبروا غاليين. فالليكويد اي شادو ده من ريفيل مي برضو، ده من الروزمان. عايزه اقول لكم انه تحفه جدا جدا. انا اصلا حاسه ان هو كمان بديل ارخص لمنتجات غاليه كتير. اهو بصوا انا جايبه لون فاتح، بس هو ده، هو جليتر كده، جليتر على شيمر على مش عارفه افهمها لكم ازاي، بس هو عامل زي الميه، بس في نفس الوقت اللون بيبقى قوي جدا على العين. فمن احلى الحاجات اللي انا جربتها، وسعره كان رخيص جدا، سعره كان يورو 70 سنت او حاجه كده. يعني عبال ما يجيلك مصر هيبقى سعره تقريبا في حدود اقل من 80 جنيه كده. بالنسبه للهايلايتر، من احلى انواع الهايلايتر اللي انا استخدمتهم السنه دي الباودر. انا طبعا لسه بحب ويت ان وايلد جدا، بحب ريفوليوشن جدا، بحب كل انواع اللي انا اتكلمت عنهم، بس اللي جربتهم جداد هم بتوع شي جلام، اللي هو ده كده بيكون شكلهم. حبيتهم جدا جدا، هم مش اقوى حاجه، بس اللون بتاعهم طبيعي طبيعي جدا. بصوا شايفين الدرجة بتاعته اهو، هعمل لكم سواتش منه على ايدي بقت شوارع حرفيا. بس بصوا اهو. بقيت الفترة الأخيرة بحب قوي اللوكات الكشمير والبينك، مش عارفة ليه، مع اني ما كنتش بحبهم نهائي، بس عشان بقيت بحبهم جبت الدرجة اللي اسمها بينكي، ومعايا درجة تانية على جولد كده فاتح. بس الدرجة دي انا بحبها اكتر بكتير، وبالنسبة لي عملية اكتر بكتير، لان انا بقدر احطها كل يوم، شكلها حلو قوي. وهو ده اصلا الهايلايتر اللي انا حاطاه النهارده. بقى للرموش، من الرموش اللي حبيتها قوي قوي السنة دي هي الرموش دي بتاعت شي ان، ودي كمان بتاعت شي ان. دول اللي هو الستايل القصير من قدام وطويل من ورا، وهو نص رمش اهو، ده كده بيكون شكله. وحبيت الرموش دي، الرموش دي فظيعة يا بنات. بصوا لو قربت لكم من الكاميرا هتلاقوا ان هي الرموش نفسها فلافي كده ومتنعكشين، وشكلهم بيكون طبيعي جدا 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 على العين. اهي الفرشة بتاعت الحواجب اهي اللي انا كان قصدي عليها، بصوا اهي محددة ازاي، ده كده بيكون شكلها. والناحية السبولي اهي تسرحي بيها الحاجب، والناحية دي ناشفة وقصيرة كده، فبتعمل الحاجب بشكل حلو جدا. بعد كده بالنسبة للماسكارا والايلاينر، بصراحة ما عنديش ولا ماسكارا ولا ايلاينر
مفضلين السنة دي جداد هم بتوع ايسنس، اللاش برنسيس والاي لاف اكستريم. يا اما بالنسبة للايلاينر، هو الايلاينر بتاع ايسنس ما جربتش غيره، ما عجبنيش اصلا. اوريدي حاجة غيره، كنت جربت الان واي اكس كان عجبني. جربت كذا حاجة، بس اكتر حاجة كانت عجباني هو بتاع ستيل لسه ايسنس. ما فيش اي حاجة جديدة معايا. اكتر الحاجات اللي عجبتني للشفايف السنة دي هما الليب جلوس بتوع ميبلين، اللي هو ده كده بيكون شكلهم، اسمهم ليفتر جلوس. انا كنت مجربة منهم درجة 04 و07 و08، بس 08 مش جنبي دلوقتي. المهم يعني ان هو بالهيلورونيك اسيد. عايزه اقول لكم اني مهما كانت شفايفي متدمره وتعبانه، بحط المنتج ده بتبقى كاني شفايفي كنت لسه عاملاها فيلر. هو اللي انا حاطاه النهارده ده فظيع يا بنات بجد، وخصوصا درجة 04 دي. وكمان اللي بحبه قوي قوي معاهم ان انتي تحددي شفايفك بيه، هو المحدد بتاع ميبلين برضو، الدرجة اللي اسمها داستي روز، من احلى الدرجات اللي انا استخدمتها، بحبها جدا جدا. وبحب الكومبو ده على الشفايف، بيدي شكل ممتاز بالنسبة لي، فظيع. ماشي. كمان نوع محدد تاني بحبه قوي قوي وثابت بغباء، هو المحدد بتاع كاتريس، اللي هو ده كده بيكون شكله نفس الشكل بتاع ميبلين بالظبط. اصلا لو حطيتيهم جنب بعض مش هتعرفي تفرقيهم، بس بتاع كاتريس اثبت بكتير من بتاع ميبلين، مع ان بتاع كاتريس ارخص. بتاع كاتريس ب3، وبتاع ميبلين تقريبا ب4 او ب4 وحاجة كمان. ف حلوين قوي قوي. كمان اللي انا كنت كلمتكم عنهم قبل كده، الارواش دي بتاعت ميبلين سوبر ستاي درجة 65. انا عارفة ان انا طلعت قلت لكم ان درجة 65 دي انا ما بحبهاش، بس انا عيلة يا جماعة عادي وبرجع في كلامي. لكم ان الدرجة دي حلوة جدا 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 للاستخدام اليومي. لو حاطة ميك اب تقيل وحبيتي ان انتي تحطي حاجة كده خفيفة على الشفايف تخلي شكل وشك حلو، بتنور الوش جدا، حبيتها بغباء. والروج ده ثابت 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 من هنا ل37 سنة لقدام، رهيب، ما بيتمسحش غير لما انتي بتمسحيه، بس ممكن يروح شوية من النص كده في الشفايف. عايزة اقول لكم على حاجة، الليب جلوس ده مش ثابت، عشان محدش يقول ان هو ثابت. اخر حاجة خالص معايا للشفايف النهاردة هي الاسنس اللي هو اسمها اكسترا شاين. ده برضو بيدي فوليوم. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، لما تيجي تقارنوهم ببعض مش هتحسوا بفرق قوي في الفينش النهائي، بس ده طبعا ارخص بكتير. ده كان بيورو او ب2 يورو حاجة كده، وده كان ب7 يورو. فيعني شايفين ده قد ايه؟ ده اضعاف مش الضعف. ان شكله حلو جدا جدا على الشفايف، وانا بجد فعلا شايفة ان هو بديل ممتاز للميبلين. الاتنين ما بيثبتوش عادي خالص، بس ده تحسوا ان هو اللون طالع كده من شفايفك وشفايفك شكلها حلو. ده محتاج ان انتي من تحت تبقي راسمه شفايفك بلون الاول او بمحدد شفايف كويس، وبعد كده تحطيه، بيدي قريب قوي للنتيجه بتاعته عادي. مش حاسه بالفرق الواو اللي يخليني ادفع فرق السعر ده، بس انا ستيل بحب الاتنين عادي، ما عنديش مشكله. وبعد كده بالنسبه بقى للبيوتي بلندر، من اكتر انواع البيوتي بلندر اللي انا حبيتهم، كان كيس كده كله مع بعضه، كان فيه تقريبا 6 سفنجات او 7 سفنجات من شي ان. شايفين عامله ازاي؟ خفيفه جدا جدا، تقدري تستخدميها بمنتهى السهوله، بتدمج حلو قوي، مش بتشرب الفاونديشن، بتيجي صغيره كده وبتكبر بعد كده في الميه، بتبقى الشكل ده. هما كذا شكل من جوه، تقدري تستخدميهم لحاجات كتير، ومعاهم كمان واحدة لتحت العين. فبصراحة انا شايفاهم ان هما ممتازين، وهيخلوكي ما تشتريش بيوتي بلندر لفترة طويلة. وانا كنت جايبة الكيس كله على بعضه، كان تقريبا ب2 يورو ب3 يورو، حاجة كان رخيصة يعني، ما كانش غالي ابدا. كمان عايزة اقول لكم الرموش دي من شي ان اهي، رمش رمش ده كده بيكون شكله. عايزه اقول لكم ان الرموش دي حلوه قوي قوي قوي، في ان انت لما بتيجي تركبيها بيبقى شكلها طبيعي جدا جدا على العين، وبتدي وسع للعين حلو، وبتدي شكل طبيعي ان هي كأنها اصلا رموشك. دي درجة 10 و11 و12، لان في التركيب اللي بيبقى هنا ده بيبقى مختلف، يعني في بعد كده بتلاقيه 13 14 15 لحد 18 تقريبا، على حسب الطول يعني. فانا جايبة اللي هي الاطوال دي، او اللي هو الطول الطبيعي ده، عشان يطلع الشكل بتاعهم طبيعي جدا. هنشرب الكريم من ينسون. وبس كده يا بنات، الفيديو بتاع مفضلاتي بتاع سنة 2022. بتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.